الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير من صام وقام، وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد أيها الأحباب الكرام، ها هو شهر رمضان يودعنا ويرحل عنا، وها هي مائدة رمضان تطوى، وأيامه ولياليه ولحظاته قاربت على الانتهاء. نودع وإياكم شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن. نودعه وهو يشهد بالخير لأهل طاعته، ويشهد بالخير أيضا لمن عرف قدره وبذل في الطاعة وسعه. هنيئا لمن صام وقام واستقام، هنيئا لمن حفظ جوارحه من المعاصي والآثام، هنيئا لمن أكثر فيه من الذكر وتلاوة القرآن، هنيئا لمن حافظ فيه على الجمعة والجماعات ونوافل العبادات، هنيئا لمن قام الليل لالتماس ليلة القدر، هنيئا لمن رفع الله سبحانه وتعالى له المنزلة والقدر، هنيئا لمن أحيا الليالي بالدعاء والاستغفار. ونحن إذ نودع هذه الفريضة المباركة الزكية وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بطلب القبول، فإن القبول هو الغاية وهو المنى وهو المأمول. وقد كان الإمام الرضي أبي الحسن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه ينادي في آخر ليلة من ليالي رمضان ويقول: ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المطرود أو من المحروم فنعزيه. أيها الأحباب، ثم ماذا بعد رمضان؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. من علامة قبول صيام رمضان الاستمرار على الطاعة قدر الاستطاعة، فلنحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة بعد رمضان، نحافظ أيضا على الصلة الدائمة بتلاوة القرآن بعد رمضان. سيدنا بشر الحافي رحمه الله تعالى قيل له: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، يعني يتركون ما بعده، فقال رحمه الله تعالى: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، إن الصالح يتعبد ويجتهد في السنة كلها. أيها الصائم، كن عبدا ربانيا لا عبدا رمضانيا. وفي هذا يقول الحق سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الصائمون أحباب رمضان، من تمام فضل الله تعالى علينا وعليكم أن يكرمكم بفرحة العيد السعيد المبارك، عيد الفطر المبارك. حقا يحق لك أيها الصائم أن تفرح بالعيد، فهو يوم الجائزة، وهو يوم الاستحقاق والتكريم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الأحباب، سيرحل عنا شهر رمضان، ولكنه سيعود في كل عام، لكن لا ندري على من سيعود، فلعلي ولعلك لا تلقاه في العام القادم. فلنحسن الوداع والختام فيما بقي في هذا الشهر الكريم، فإن الأعمال بخواتيمها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بعد القبول أن يجعلنا وإياكم من العتقاء والنقذاء والأمناء من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا، فإن جعلته فجعلنا مرحومين ولا تجعلنا محرومين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.